السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا النهاردة نعمل كيكة البرتقال، سهلة ولذيذة جدا وهتنجح معاكم من أول مرة إن شاء الله. هتعجبكم جدا وهتحبوا طعمها قوي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة بتشوفوني أنا اسمي سمر. ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ مع بعض الفيديو. حضرت هنا معايا بولة، حطيت فيها 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وهنزل عليهم بكوباية من السكر ومعلقة من الخل ونص معلقة من الفانيليا. بعد كده بقى هديهم ضربة كده بالمضرب لحد ما اللون يفتح خالص ويبقى اللون كريمي. بعد كده بقى هنزل عليهم بنص كوباية من الزيت على الزبدة، يعني ربع كوباية من الزبدة وربع كوباية من الزيت وكوباية من عصير البرتقال الفريش. وبعد كده هحط عليهم معلقة من التانج. التانج ده اختياري، لو مش عايزة تضيفيه ما تضيفيهوش. بعد كده بقى هضربهم كده بالمضرب لحد ما ادوب المكونات كلها مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بقى بالمكونات الجافة. حطيت كوبايتين من الدقيق، دي اول كوباية، وحطيت عليها معلقة الا ربع من البيكنج باودر. بعد كده حطيت تاني كوباية هي من الدقيق. لازم الدقيق يتنخل كويس جدا، وهقلبهم كده بالمعلقة زي ما انتم شايفين. وبعد ما اقلبهم بالمعلقة هعملهم بقى بالمضرب عشان لو فيهم اي تكتلات، التكتلات دي تروح خالص. بعد كده بقى هعمل اهو بالمضرب. لازم التكتلات اللي في الكيك يدوب خالص، يروح خالص كده من الكيك عشان ما يبقاش فيه دقيق من جوه. ده القوام اللي انتوا شايفينه، قوام الكيك بيكون تقيل ما بيكونش خفيف. بعد كده جبت صينيه دهنتها بالزيت ورشيت فيها رشه من الدقيق، وهنزل بالخليط كده بتاعي. حطيت بس نص الصينيه والباقي حطيته عملت بيه كب كيك. هخبطها كده كذا مرة عشان اطلع منها الهواء، وبعد كده هحطها في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة. هحضر هنا بقى الصوص اللي انا هحطه على الوش. حطيت كوباية من العصير البرتقال الفريش، وعليها معلقة من السكر، معلقة كبيرة، ومعلقة صغيرة من النشا. هدوبهم كويس قوي كده مع بعض، وبعد كده هرفعهم على النار. اول ما الخليط بتاعي يسخن او يغلي عامه، بيكون الخليط خفيف مش تقيل. شايفينه عامل ازاي؟ اول ما بيغلي كده بحط مكعب من الزبده عشان تدي لمعه كده للكيك. شايفينه عامل ازاي؟ هيكون بالقوام ده. بعد كده الكيك استوى معايا اهو، وهختبره معاكم بالخله. لازم الخله تطلع نظيفه زي ما انتم شايفين كده. وده الكب كيك. الكب كيك بياخد ربع ساعه بس في الفرن. هخرم الكيك كده زي ما انتوا شايفين عشان لما احط الصوص الكيك يشرب الصوص. بعد كده هشرب الكيك بالصوص، وبعدين بقى هقطعه معاكم كده. انا ما استنيتش بصراحة لما الصوص يدخل كده ويتوغل كده جواه. بس انتي ممكن تسيبيه مثلا ساعتين عشان خاطر الصوص يبقى يتشرب كويس. هوريها لكم بقى من جوه عاملة ازاي. بصوا شايفينها هشة وجميلة وطالعة عالية جدا. شايفينها عاملة ازاي؟ جميلة قوي، وبجد كان طعمها تحفة، والصوص مديها طعم خرافي. بص من جوه عاملة ازاي. اتمنى ان الوصفة دي تعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي على خير بإذن الله.